اهلا بيكم حبايبي، فيديو جديد. ازيكم عاملين ايه؟ اتمنى يا رب تكونوا بخير. النهارده معانا فيديو جديد، هنعمل مع بعض طاجن محشي بالفراخ في الفرن. وصفه سهله جدا وبسيطه. هنقول بعض التكات حلوه كده هتطلع المحشي معاكي حلو جدا ومستوي، والفراخ كمان تطلع بيه طعم وتتبيله حلوه جدا. اتمنى تكملي معايا الفيديو للنهايه عشان تعرفي عملنا ايه. يلا بينا على طول على الطريقه. اول حاجه انا هعمل ايه، انا عندي جبت الفراخ. طبعا غسلت الفراخ كويس بمحلول النقع، عباره عن ميه، ملح، خل، دقيق، شويه جنزبيل، وحطيتهم بس مجرد 10 دقايق كده. وبعد كده طبعا صفيتهم من الميه وغسلتهم كويس. انا جبت طبعا الفرخه مش هستخدمها كلها، هاخد بس الصدرين اللي هستخدمهم في الوصفه بتاعتي النهارده. وبراحتك انتي لو حابه تعملي اكتر من كده، انا بس بديكي الفكره وعليكي انتي تعملي اللي انتي عايزاه. انا بعمل ايه بقى دلوقتي؟ بجيب الصدور وببدا ان انا اخليها كده من القفص الصدري، كانك بالظبط زي ما بتعملي البانيه لما بنفصله عن القفص الصدري. بجيب السكينه كده، ببدا ان انا انزل بيه السكينه من فوق لتحت لحد ما ابدا ان انا اطلع اللحم من القفص الصدري اهو بالشكل ده، بمنتهى السهوله خالص. بتبدا عندي الصدر يفك. نسرع ايدينا بقى كده شويه اهو بالشكل دوت. بصي طبعا اهم حاجه ان السكينه تكون معاكي حاميه علشان خاطر ما تعوركيش بس وانتي بتقطعيها. انا خلاص عملت اول صدر بالشكل ده، هبدا ان انا افتحه زي الكتاب كده اهو بالشكل ده. طيب تعالوا نعمل كمان التاني، هوريكي برضو نفس الفكرة تاني اهو. نشيل الجلد، وبعدين ببدأ ان انا اخد من عند الحتة اللي هي العظمة دي الكتف، وابدأ ان انا اخد من فوق لتحت لحد ما الصدر كله يفك من القفص الصدري. خلاص تمام، حلو كده اهو. خلاص بقولك العظم، طبعا العظم ده ما احنا ما بنرموهوش، احنا بنستخدمه بعد كده بنعمل بيه شوربه. ممكن بعد كده بيبقى فيه اجزاء من اللحم بتاع الفراخ في القفص الصدري باقيه، ممكن انك انتي تجمعيها وتعملي منها همبرجر. انا عملت قبل كده وصفه معاكم من الفراخ اللي كانت متبقيه دي، وعملنا منها همبرجر. خلاص عملت الصدرين اهو بالشكل دوت. تعالوا بقى نعمل لها التتبيله اللي هنحطها فيها. نجيب اول حاجه ايه بقى عندي هنا. اول حاجه البهارات اللي هجيبها، عندي ملح، فلفل اسود، عندي 7 بهارات، كزبره ناشفه، عندي كمان سماق، وعندي زعتر وروزماري وزر الورد. حطيت عندي فصين من الثوم، كمان هحط عندي زبدايه صغيره، معلقه كبيره من المستردة، كمان هحط عندي يعني معلقه كبيره كده من الخل، وعندي كمان معلقه كبيره من الزيت. هحط كمان عندي شويه من الصويا صوص، عشان كده خلي بالك وانتي بتحطي الملح عشان الصويا صوص بتبقى حادقه. كمان هحط عندي شويه من دبس الرمان، ولو مش متوفر دبس الرمان تقدري تستبدليه بعسل. هقلب بقى كل الحاجات دي مع بعضها كده كويس. خلاص هركن ده على جنب، وهجيب بقى عندي هنا طماطم وبصل، وعندي كمان فلفل رومي وشويه من الكزبره الخضراء. طب هعرفك حالا احنا هنعمل ايه برضو بالخضار دوت. هجيب عندي الاول البصلايه، هعملها زي شرايح كده جوليان، هحطها في التتبيله برضو. كمان هجيب عندي الطماطم، برضو الطماطم هعملها ليه شرايح. خلاص تمام، هحط برضو الطماطم في التتبيله. هجيب كمان عندي الفلفل الرومي، وبرضو هقطعه ليه شرايح رفيعه.
اهو بالشكل دوت. خلاص. طيب خلاص، قطعت الفلفل الرومي، شوية بقى من الكزبرة الخضراء او اي بقدونس، يعني اي خضرة موجودة عندك برضو افرميها كده ناعم. اهو بالشكل دوت. نحط برضو الخضار اللي عندي، هنحطه برضو على التتبيلة. هبدأ ان انا اقلب بقى التتبيلة بالخضار ده كله. عايزة اتبل الخضار ده كويس. الخضار ده انا هعمل بيه ايه هعرفك واحنا بنحطه هنحطه فين. بايدي كده ببدأ ان انا يعني ادخل التتبيلة في الخضار ده كله، وبعدين هبدأ اجيب عندي الفراخ واحط الخضار ده على الفراخ بالتتبيلة طبعا. خلاص، انا طبعا هسيب بقى التتبيله على الفراخ ساعه ساعتين من قبلها بيوم، زي ما انتي تحبي، الوقت المتوفر بالنسبه لك حطيه. تعالوا بقى دلوقتي هنبدا نعمل المحشي بتاعي. طبعا انا جبت ووكين اتنين، ووك حطيته علشان خاطر نعمل فيه تسبيكه المحشي، والوك التاني عشان هنعمل فيه اللحمه المفرومه اللي هنعصجها. فعندي انا حطيت عندي شويه من الزبده هنا وشويه من الزبده الناحيه التانيه، هنشتغل في الاتنين مع بعض عشان ننجز في الوقت. كمان هحط هنا شويه زيت. يعني المحشي من الحاجات اللي بيحتاج مادة دهنية تكون كتيرة شوية. بصلاية كبيرة مفرومة ناعم، وهحط كده البصلاية هشوحها تشويحة حلوة لحد بس ما تاخد معايا لون. والناحية التانية برضو هحط عندي بصلاية كده متوسطة مفرومة ناعم. خلاص، هبدأ أشوح كده البصل في الناحيتين. عندي بقى في الطاسة اللي هحط فيها اللحمة المفرومة حطيت مكعب من المرقة، وعندي البهارات عبارة عن ملح فلفل اسود، وعندي 7 بهارات، وعندي شطة، وكمان بابريكا. هحط كل البهارات دي كده واشوحها مع البصلة. وبعدين عندي كمان جزراية بشرتها ناعم. نشوح الجزر مع البصل، وهنا البصل شغال كويس اهو. البصلة بتاعت المحشي بحب اديها لون شوية. وعندي هنا فلفل الوان لو متوفر، مش متوفر عادي ممكن تعملي بس فلفل رومي وخلاص. خلاص، نقلب كله برضو مع بعضه. وعندي هنا بصوا ربع كيلو من اللحمة المفرومة، يعني بصوا ربع كيلو دوت هيكفي وهيفيد عنه كمان، وهتشوفي معي. نشوح كده اللحمة مع كل الحاجات اللي احنا حطيناها. هنا البصلة لسه برضو عايزة اسيبها شوية كمان تاخد لون حبة. هحط هنا برضو مكعب من المرقة. هحط عندي هنا فصين من الثوم. كمان هحط قرن شطة حامي، ده اختياري، لو مش حابة انك تحطيه ممكن تستغني عنه تماما. حطيت برضو جزرية مبشورة. نقلب كل الحاجات دي مع بعضها كده ونشوحها كويس. بعد كده هجيب عندي هنا البهارات، ملح فلفل اسود، وعندي كزبرة ناشفة، وعندي 7 بهارات، وعندي كمان بابريكا وشطة برضو. نقلب كل الحاجات دي مع بعضها، البهارات تطلع الريحة بتاعتها. هنا اللحمة شغالة اهو. كمان هحط هنا بس معلقتين كبار كده من الصلصة، ونشوح الصلصة كده مع كل دوت عشان الحموضة والمادة الحافظة بتاعت الصلصة تطلع. حطيت عندي شوية من الخل وشوية من السكر. يعني بصي، السكر طبعا عشان يعادل الحموضة، والخل بيدي مزازة حلوة قوي للمحشي بتاعي. هنا برضو هحط نفس الحكاية. هحط عندي هنا برضو معلقة كبيرة كده من الصلصة. نشوح كله مع بعضه. وبرضو هحط عندي معلقة السكر، وهحط كمان معلقة الخل. وجربي بقى معلقة السكر والخل دي في اللحمة المفرومة، في تعصيج اللحمة المفرومة بتدي طعم للحمة في منتهى الجمال. خلاص، نقلب بقى كله مع بعض اهو، كله مع بعض شغال. هحط عندي هنا حوالي نص كيلو من اللحمة، نص كيلو من الطماطم معصورة، وهسيبها بقى تتسبك شوية. هنا هحط شوية مية علشان خاطر اللحمة تستوي معايا وتخرص كده، وهسيبهم الاتنين يشتغلوا مع بعض. هنا خلاص بصوا بقى الطماطم هنا اتسبكت اهو. هبدأ انزل عندي بيه حوالي كوبايتين كبار من الرز المصري مغسول، ونقلب كله. احنا بنعمل تسبيكة محشي عادية جدا
في ناس بتحب تعمل كله ني في ني على بعضه، انا بحط يعني اديها برضو تشويحه كده على النار شويه. هنا خلاص هحط بقى في الاخر خالص شويه من البقدونس والكزبره والشبت، يعني ربطه كده من كل نوع، وقلبي بقى كل الخضار كده مع الرز. في الاخر خالص طبعا بنحط الخضره بعد ما بنطفي النار، علشان الخضره ما تسودش معاكي وتفقد القيمه الغذائيه بتاعتها. هنا هجيب اللحمه المفرومه تكمل التسويه بتاعتها شويه تشرب بس شويه السوائل الميه ديت. وبعدين برضو بعد ما هتخلص خالص اهي وشربت الميه، هحط برضو شويه من البقدونس كده او الكزبره الخضراء عليها، وهدي تشويحه وكده، يبقى يعتبر عندي المحشي خلص وكمان اللحمه المفرومه خلصت. تعالوا بقى احنا عندنا ايه، عندنا كوسه وعندنا بتنجان وعندنا فلفل رومي. هنبدا ان احنا نعمل الاول البتنجان. هحط عندي هنا وش للاخر، ادي برضو مساحه علشان خاطر الرز لما بيستوي بيبدأ ان هو يعلى شوية في المساحة بتاعته، فعشان خاطر بس الرز ما يطلعش بره المحشي بتاعك، فادي مساحة كده للمحشي. كمان لما تيجي تحشيه ما تكبسيهوش قوي جوه البتنجان، خليه برضو كده يكون مفرفر شوية عشان ما يعجنش معاكي جوه المحشي. كمان عندي هنا الفلفل الرومي اهو برضو هحشيه، وبرضو هسيب مساحة كده فوق عشان خاطر لما الرز يستوي يلاقي مكان ما يطلعش بره المحشي او الفلفل بتاعي. هنا خلاص خلصت البتنجان حشيته وخلصت كمان الفلفل. تعالوا بقى للكوسة. الكوسة هنحشيها لحمة مفرومة، وزي ما قلت لك بصي كمية اللحمة المفرومة هتكفي وهتزيد كمان. برضو الكوسة لما تيجي تقوريها سيبي يعني سيبي مساحة شوية في الكوسة، يعني خلي فيه كده سمك في الكوسة شوية علشان خاطر يعني تحس انك بتاكلي كوسة برضو، يعني مش عايزة تكون ناعمة قوي او فاضية قوي كده من جوه، لا. هحط عندي كمان واحدة اهو، وهكمل برضو بقية الكمية وخلصت كل الكميه. بصوا بقولك فاض عنها كمان قد ايه، يعني شوفي يعني كمان ده ممكن تستخدميه بعد كده في حشوه تحشي بيها اي معجنات عندك، او تستخدميها في اي صينيه تانية ممكن تستخدمي فيها شويه اللحمه المفرومه دول. تعالوا بقى شوفوا الخلطه دي انا عملت ايه. جبت عندي بقى حشو الكوسه، طبعا حشو الكوسه ما بنرموهوش، حطيت عليه طماطم وبصل وفلفل رومي، قطعته كده كله شرايح. حطيت بعد كده شويه من الملح، شويه من الفلفل الاسود، وهبدأ ان انا اقلب كل الحاجات دي مع بعضها. دي الحاجات دي هتبقى فرشة تحت المحشي بتاعي بتدي طعم حلو كمان للمحشي جدا. نقلب كل ده مع بعضه بالشكل ده. جه عندك بقى الطاجن، هنبدأ ان احنا ندهنه كده بالزبدة، نتأكد ان هو مدهون كده، ان احنا هنسوي المحشي في الطاجن. فباخد بقى الطاجن عندي بحته زبده كده، وببدا ان انا اغلفه كله. بعد كده هجيب الخلطه بتاعتي دي كلها واحطها في الطاجن بتاعي، افرشها تحت. بعد كده هحط عندي الكوسه، هحط الكوسه مع المحشي البتنجان مع الفلفل، يعني هوزعه كله جوه بعضه، يعني مش هحط ده لوحده وده لوحده، لا هحط كده واحده كوسه على واحده بتنجان على واحده فلفل كده، يعني بحيث يبقى المحشي كله متنوع مع بعضه. اهو بالشكل ده عملت طبقة واحدة كده. وبعدين هجيب بقى عندي بعد ما عملت الطبقة الأولانية دي، هجيب عندي الفراخ هطلعها من التتبيلة. وفاكرين بقى الخلطة بتاعت الخضار اللي انا قلت لك عليها، هقول لك هنعمل بيها ايه. طبقة الخضار دي هجيبها كمان هحطها في وسط المحشي، بتدي طعم للمحشي حلو جدا. هطلع الفراخ كده هحطها في النص اهو بالشكل دوت. عشان كده انا استخدمت بس صدرين 2 علشان على قد الطاجن اللي عندي. يعني طبعا انتي لو عايزه بقى تكتري في الفراخ بقى دي تبقى بره الطاجن، يعني اعمليها بقى اسلقيها بقى بره لوحدها، او حطيها في الفرن جنبها تستوي لوحدها بقى بره. هحط بقى عندي بعد كده طبقة التانية من الكوسة والبتنجان، هحط الطبقة التانية بس برضو مش هداري الفراخ، وهحط برضو شوية الخضار اللي موجود عندي. طيب هل التتبيلة دي ممكن اقدر احطها على المحشي تاني؟ لا،
خلاص هي عملت مهمتها خلاص، لان الفراخ كمان نزلت الميه بتاعتها في التتبيله، فانا مش عايزه اظفر عندي المحشي خلاص. فهنا خلاص مش هستخدمها تاني، وهي خلاص بتستخدم مره واحده التتبيله، ما ينفعش استخدمها تاني في حاجه تانية. بعد كده هحط عندي بقى الشوربه. عندك شوربه كويس، عندك كيس شوربه، حطي شويه ميه طبعا على النار، وهتحطي معاها كمان معلقه كده من الصلصه، وهتحطي شويه بهارات، ملح، فلفل اسود، كزبره ناشفه، عندك معلقه من الصلصه، شويه بابريكا. واول ما تغلي بتحطي الماده اللي هي السوائل بقى دي، بتحطيها. بصي انا عملت لك بصبعي كده لحد الاطار اللي هو بتاع الطاجن، يعني كأني بالظبط بعمل لحد الصف الأخير، تحت الصف الأخير على طول، لأن الكوسة بتنزل مية، فمش عايزة أكتر المية بتاعتها أوي. فببدأ أنزل بيه الشوربة بتاعتي تدريجي شوية بشوية، وأهز في الطاجن زي ما انتوا شايفين، عشان أتأكد إن المية نزلت لحد تحت. وعشان أتأكد أكتر بجيب معلقة وبحاول من الجوانب كده، أتأكد كده إن المية أنزلها بالمعلقة، عشان أتأكد إن المية خلاص خدت المقدار المظبوط. نشيل بقى اي كده حاجات من الجوانب، علشان طبعا الفرن ما يحرقهاش طبعا واحنا بنشغله. وبعدين هبدأ ان انا اجيب عندي بقى ورقة فويل. عندك ورق الزبدة الاول يكون احسن طبعا، انا كانش عندي فحطيت على طول ورقة الزبدة، وهغلفه كويس جدا واقفل عليه كويس جدا، علشان طبعا البخار ده هو اللي هيسوي لي المحشي. على طول على الفرن هندخله على درجة حرارة 220 او نص ساعة، وبعد نص ساعة هنزل الحرارة درجة حرارة 200، هيقعد بالظبط معاكي من ساعة ونص لساعتين. بعد ما يطلع بقى على طول هتقومي جايبة طبعا فرشة كده فيها معلقة صلصة، وهدخله تاني تحت الشواية ياخد لون. يعني بص هو مش محتاج، بس انا حطيته تحت الشواية تاني ياخد بس لون. وفي الاخر خالص حطيت شوية من الكزبرة الخضراء للتزيين. تعالوا اوريكم بقى كده، نطلع الصوابع بتاعه المحشي كده ونشوف مستويه ولا اخبارها ايه. انا طلعت لك من كل نوع صابع اهو. تعالوا كده نجيب شوكه. شايفين بصوا الكوسه عامله ازاي؟ ادي كمان البتنجان مستوي جدا جدا وزي الفل، وادي كمان الفلفل. تعالوا كمان نطلع حتة من الفرخة كده ونشوف الفرخة اخبارها ايه. شايفين الفراخ مستوية تماما، دايبة دوب. وصفة سهلة جدا وبسيطة. ده كان الفيديو بتاعنا النهاردة. اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم، اتمنى انك تكوني استفدتي وتجربي وتقولي رأيك ايه. ولو ليكي اي اسئلة او تعليق اكتبيها لي على قناة نانا تشانل. اشوفكم في فيديوهات تانية ان شاء الله على خير. باي باي.